بيحكي الفيلم بتاعنا عن 4 أشخاص بيهجموا على عائلة في وسط الغابة، وبيبقى العائلة في صدمة أكبر لما يعرفوا هم عايزين منهم إيه. بس قبل ما نبدأ الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ولو حابين نلخص لكم فيلم اكتبوا لنا اسمه في التعليقات، ويلا بينا نبدأ. بيبدأ الفيلم بطفلة صغيرة اسمها وين، وبتكون قاعدة في الحديقة بتلعب، وبيجي شخص ضخم وبيقدم نفسه وبيبقى اسمه ليو، وبتبقى خايفة منه وين، بس بيلعب معاها وبيسألها أسئلة عن أهلها، وبتجاوبه وبتسأله هو ليه هنا، فبيقول لها علشان أكون صديق ليكي ولوالدك، وبيقول لها إنه هيعمل حاجة تزعله النهاردة وبيتأسف ليها. وبعدها بيجي ناس من بعيد معاهم أسلحة غريبة، فبتخاف وين وبتجري بسرعة على البيت، وبينادي عليها ليو وبيقول لها قولي لأهلك إنهم لازم يساعدونا أو إحنا هندخل ليهم. وبتجري بسرعة وين على باباها واللي بيبقى اسمه أندرو، وبيبقى معاهم العم إيريك، وبتعرفهم وين باللي حصل. وبعدها بيخبط عليهم ليو وبيطلب منهم يفتحوا الباب، وبيفهمهم إنهم طالبين مساعدتهم مش أكتر. وأندرو بيشوف من الشباك إن معاهم أسلحة، فبيقرر إنه يتصل على الشرطة بسرعة، لكن بيطلع مفيش شبكة، فبيقرر إنه يضحك على الناس اللي بره ويقول لهم إنه هيتصل على الشرطة، لكن بيتصدموا وبيقولوا له إنهم عارفين إنه كذاب علشان أجهزتهم مش شغالة. وبيفضل يطلب منهم ليو يفتحوا الباب، بس برضه مش بيردوا عليه، فبيحاولوا إنهم يخشوا البيت، وبتقفل العائلة كل المداخل والشبابيك والأبواب، بس برضه بيكسروا الإزاز وبيخشوا. وبيهجم العم إيريك على واحدة منهم، لكن بيقع بالغلط وبيغمى عليه. وبيهجم أندر على واحد منهم وبيكسر وشه، بس بيوقفوا ليو وبتكون معاه وين. وبيصحى إيريك وبيبقى مربوط بكرسي هو وأندرو، وإيريك بيبقى عنده ارتجاج شديد. وليو بيحاول يتكلم معاهم وبيفهمهم إنهم مش عايزين أي أذى ليهم، وبيزعق ليه أندرو علشان ربطهم في الكرسي وهجم على بيتهم. فبيجي يقول له ليو الوقت حان، وبيتجمع كل الموجودين قدام الأهل وبيعرف كل واحد عن نفسه. وبنعرف إن الأقرع ده يبقى ليو، والعصبي بيبقى ريد، واللي عالجت إيريك اسمها صابرين، وآخر واحدة اسمها أدري. وبيبقى الأهل مش فاهمين أي حاجة، وبتقول المجموعة إنهم بيحاولوا يمنعوا نهاية العالم ومحتاجين مساعدة الأهل علشان لازم يقتلوا حد فيهم، ولازم تكون بكل إرادته، وإنهم مش هيلمسوا حد بسوء. بس بيقولوا لهم إنهم لو رفضوا البشرية كلها هتموت ما عدا هما. وبيبدأ يشرح ليهم كل حاجة، وإن كل واحد منهم جات له رؤية عن نهاية العالم. والأب بيفضل يقول عليهم دول مجانين، وعادي ما يموت أي حد، أهم حاجة بنتي. وليو بيفهموا بقى اللي هيحصل، وإن هيبقى في موجات من الوباء على العالم زي غرق المحيطات وهبوط السماء على الأرض، وبعدها طاعون خطير، وفي الآخر هتحصل حرائق كتير بسبب صواعق غريبة من السماء. وبيفضل يقول لهم الأب انتوا أغبياء والكلام ده ملهوش أي مصدر. وبيحاول العم يفهمهم إنهم محتاجين مساعدة، وممكن تبقى الرؤية بتاعتهم دي كذب ومجرد حلم عادي. وليو بيسألهم تاني هتختاروا التضحية ولا لأ، وبيعرفهم إنه مع كل رفض هيبدأ وباء من الأربعة، لكن الأهل بيرفضوا التضحية طبعا. وبيجي قدامهم ريد ويقعد على ركبته وبيحط قناع على وشه، وبيطلب منهم يفضلوا يبصوا عليه، وبتقتلوا المجموعة بعدها. وبنعرف هنا إنهم مش في وعيهم، وبيرجعوا لوعيهم تاني وبيفضلوا يعيطوا ومش قادرين يشوفوا المنظر ده، فبياخدوا جثته لبره الكوخ. وليو بيجيب قناة الأخبار على التلفزيون وبيطلب من الأهل يبصوا عليها، ومش بيحصل حاجة في الأول، بس بعد كده بتظهر في الأخبار موجات تسونامي كبيرة، وبيشوفوا فيديو على الأخبار بموجة تسونامي كبيرة بتدمر أي حاجة قدامها. فبيقفلوا التلفزيون بسرعة وبيقولوا لهم إن قدامكم لحد تاني يوم، ويفكروا إنهم هيضحوا بحد ولا هيختاروا نفسهم. وبيبقى العم إيريك مصدوم من اللي شافه، وصابرين بتغير على الجرح بتاع إيريك وبتشرح له عن الرؤية بتاعتها وبتحاول تقنعه بالتضحية، لكنه بيفضل واقف جنب عيلته وبترجعه لمكانه تاني. وبنشوف إن وين بتحاول تهرب وبتتسلل لحد ما بتعرف تهرب وبتجري بسرعة في الغابة، وليو بيجي وراها وبيستخبى، وفي الآخر بيلاقيها وبيرجعها للبيت. وبنشوف إن أندرو بيبدأ يتعرف على ريد، وبيبقى شافه في حانة قبل كده، وبيزعق عليهم وبيقول لهم إنهم نصابين وبيتحداهم يشوفوا محفظته، لكنهم بيرفضوا ده، وبيقول إنهم مخططين لكل ده، لكن الكل بيقول إنهم أول مرة يتقابلوا أصلا. وبيقول ليه إنهم مش مهم إحنا مين، أهم حاجة ننقذ العالم. وبيزعق ليه أندرو تاني وبيقول له مش عندك أطفال، بس بيتفاجئ إن ليو مدرب لفريق كامل من الأطفال وبيحاول إنه ينقذهم. وبيحطوا العم والأب في وش بعض، وبيروح بعدها الكل ينام. وتاني يوم بتعمل قدر فطار لوين، وبنشوف وين خدت سكينة من غير ما حد يلاحظ ده، وبعدها اديتها لعمها إيريك. وبيقول أندرو للمجموعة إنهم تحت سيطرة هلوسة وممكن يتعالجوا من ده. وفي الوقت ده بيكون إيريك بيفهم وين الخطة اللي هيعملوها، وبيجي ميعاد الاختيار التاني وبيبقى الدور على أدري، وبتطلب منهم المساعدة لكن بيرفضوا برضه، وبتترجاهم علشان عندها ابن وعايزة تنقذه، لكن بيثبت الأهل على قرارهم فبيقتلوا أدري قدامهم هي كمان. وبنشوف إن الأب والعم بيحاولوا يقطعوا الحبل اللي مربوطين بيه، ومش بيتبقى من المجموعة غير ليو وصابرين،
وبيقول ليو إن دلوقتي الوباء التاني هينطلق. وبنشوف على التلفزيون إن في مرض منتشر وبيصيب الأطفال كلها وبيقتلهم. وبنشوف إن إيريك بدأ يصدقهم، لكن بيتعصب عليه أندرو وبيقول له إنه يبطل العبط ده، وهم كدابين والموضوع كله مدبر منهم وعايزيننا نقتل نفسنا. ووين بتبدأ تنفذ الخطة، وبيقطع العم الحبال وبيمسك سلاح من أسلحتهم وبيهددهم بيه. وبيهرب الأب هو كمان، وبيحاول يوصل للعربية بتاعته، لكن بتيجي صابرين وبتضربه على رجله، بس بيرميها بالتراب في عينها. وبيخش العربية وبيحاول يجيب مسدس وبيجهزه، وبتحاول صابرين تضربه لكن بيهددها بالمسدس وبيخليها تهرب. وبيرجع للبيت علشان ينقذ إيريك، وبيهدد ليو وبيخليه يبعد عنهم ويسيب السلاح بتاعه. وبيقول ليو إنه ميعاد الاختيار التالت جه، بس بيختار الأهل الرفض. وبتيجي صابرين من بعيد بتجري على أندرو، بس بيقتلها بالمسدس. وبيطلع أندرو وبيشوف محفظة ريد، وبيلاقي إنه نفس الراجل اللي شافه في الحانة. وبيروح لليو وبيقول له كل حاجة قلتوها كذب، ومن الأول وانتوا شوية مجانين وعايزيننا نقتل في بعض وخلاص. وبيوريه بطاقة ريد وبيحبسه بعدها في الحمام، بس بيسمعوا صوت كسر في الشباك فبيفتكروا إن ليو هرب. وبيقرر أندرو يخش ليه، لكن بيهجم عليهم ليو وبياخد منه المسدس، بس بيكون خد طلقة في دراعه. وبيقول لهم مش هتطلعوا من البيت ده غير لما تاخدوا كل قراراتكم. وبنشوف على التلفزيون إن الموجة التالتة بدأت، وبنشوف إن الطيارات اللي في السماء كلها بتقع من غير أي سبب، وأغلب الناس عمالة تموت. وعلشان يثبت ليو إنه مش كذاب بيروح يقف قدام التلفزيون وبيبدأ يقول كل كلمة بتقولها المذيعة قبل ما هي تقولها. وبيفضل الأب يقول له أنت مجنون وكذاب، وإحنا عايزين نمشي من هنا ومش عايزين ننقذ العالم. وبنلاحظ إن العم إيريك بدأ يصدق ليو وبيحاول يكلمه أندرو، لكن بيقاطعهم ليو وبيطلب منهم يطلعوا بره البيت. وبياخد سكينة كانت معاه وبيقعدوا في الفناء. وبيطلب العم من وين تروح تستخبى لحد ما يخلص ليو كلامه، وفعلا بتهرب وين وبيكمل ليو كلامه. وبيقول للأهل إن في الرؤية بتاعته أكتر حاجة كانت مرعبة بالنسبة له كانت صراخ الأطفال، وإنه ما كانش بيخلص نهائي. وبيقول له إنهم ياخدوا بالهم من بنتهم وين، وبيطلب منهم ياخدوا قرار أخير علشان بعد ما يموت مش هيبقى فيه غير دقايق معدودة ومش هينفع التضحية ساعتها. وبعدها بيقتل نفسه قدامهم، وبيبقى الأهل مرعوبين حرفيا. والسما بدأت تضرب برق ورعد. وبيروح أندرو لإيريك، وإيريك بيطلب منه إنه يقتله علشان ينقذوا العالم. وبيحاول أندرو يقنعه إنهم يمشوا، لكن بيفضل إيريك عايز يضحي بنفسه. وأندرو بيفهمه إنهم كدابين وبيحاول يمنعه وبيزعق ليه، لكن في الآخر بيقتل إيريك نفسه بالمسدس. وبيبقى أندرو مصدوم من اللي عمال يحصل من الصبح، وكمان يموت أخوه قدام عينه وبيفضل يعيط عليه. وبيروح بعد كده علشان يطمن على وين، وبتسأله وين عن العم، وبيرد عليها إنه أنقذ العالم وبيحضنها وبيعيط. وبنشوف إن البيت ولع بسبب البرق والرعد، والغابة كمان عمالة تولع، وبتبقى الدنيا بتمطر في نفس الوقت. وبياخد أندرو بنته وين وبيروح لعربية ريد اللي مات، وده لأن عربيتهم اتدمرت. وبيطلعوا بسرعة من الغابة وبيشوف إن الدنيا هادية ومفيش حاجة. وبيروحوا مكان علشان ياكلوا، وبيلاقي الناس جوه كتير وبيشوفوا الأخبار. وبيلاقوا إن الفيضانات وقفت والأمراض كلها كمان وقفت، وكل المصايب اللي حصلت انتهت. وبيبقى أندرو مصدوم إن الناس اللي فضل يقول عليهم مجانين طلع عندهم حق للأسف. وبيشوف شنطهم وبيلاقي إنهم كانوا صادقين فعلا. وبيفضل قاعد في العربية مع بنته وبيشغلوا أغنيتهم المفضلة كدليل على إن العالم تم إنقاذه. وبعدها بيخلص الفيلم بتاعنا لحد هنا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده علشان يوصل لكم أجدد ملخصات الأفلام.